بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني أعزائي السادة المشاهدين والمستمعين. الأحرار الأبرار، الناس الجميلة اللي بيتابعوا الفن وبيتابعوا أبو آدم وحور على صفحته الجذابة. هذا الرجل الجميل اللي بيألف قصص وبيقول حكايات وبيقول روايات. والنهاردة جايين لكم بقصة جميلة علشان خاطر أنوس حبيب بابا، وهي قصة كلني يا مولاي. أبطال القصة يا حبايبي يا حلوين: الأسد والعقربة وهذا الوعل وهذا الثعلب الماكر وهذا الفأر الشرس. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. عايزكم تركزوا معايا وتفهموا مغزى القصة والهدف السامي من هذه القصة. زي ما قلنا، تعال هنا يا ولد، تعال هنا يا ولد. زي ما قلنا أعزائي السادة المشاهدين، أبطال القصة هذا الأسد، وعل، عقربة، فأر، وثعلب. الأسد ملك الغابة يا أعزائي السادة المشاهدين كان يمرح في الغابة في يوم من الأيام، وكان يرافقه في هذه الغابة هذا العقرب وهذا الفأر وهذا الثعلب الماكر. وفي يوم من الأيام عثر هذا الأسد على ذلك الوعل الذي ضل طريقه. يعني إيه؟ يعني الوعل كان ماشي مع أصحابه وهو يأكل من الغابة، ضل الطريق فانشق عن أصحابه وفضل ماشي 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 إلى أن عثر عليه هذا الأسد ومعاه الثلاثة دول. قال له: ايه اللي جابك هنا يا وعل؟ بص يا انس، اسعى. قال له: ايه اللي جابك هنا يا وعل؟ قال له: يا ملك الغابة، انا كنت باكل من الحشيش اللي في الغابة وفجأة ضليت الطريق ولقيت نفسي قاعد هنا معاكم، فلو تسمح اعيش في هذه الغابة في امان وسلام واديني عهد الامان. الاسد قال له: يا وعل، قد اعطيتك عهدا بالامان. وده طبعا ملك الغابة. ملك الغابة لما يجي يدي عهد بالأمان، ومن صفات الملوك أصلا لما بيدوا عهد بالأمان يبقى هم أهل لهذا العهد، واللي اداله العهد يثق وبيتأكد أن هذا الأسد لن يغدر به. وفي يوم من الأيام يا سادة يا كرام، ولا يحلو الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، الأسد اتخانق مع الفيل. فيل معدي في الغابة، حب الأسد إن هو يعمل عليه نمرة، فراح الفيل مسك الأسد دعك، فرم الأسد. بس الفيل ما ينفعش طبعا يفوز على الأسد، والأسد ملك الغابة ملك كل الحيوانات. أكل الفيل ولكنه قد أصابه بعض الجروح والآلام فتعب، مرض. فضل الأسد مريض وتعبان ومش عارف يعمل ايه. الثلاثة الأندال، الثعلب والفأر والعقربة، كانوا يعيشون على ما يتبقى من الأسد من فضلات. الأسد مرض، ما عرفوش الثلاثة دول يصطادوا. طب يعملوا ايه؟ قال لك: احنا لازم نفكر في الوعل اللي بيكبر 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 وهو بياكل الحشيش ومش بياكل اللحم، واحنا نروح علشان ناكله. فراحوا للأسد: كل يا ابني بصوت باط عشان ما تكسرهوش. ذهبوا إلى الأسد قالوا له: يا ملك الغابة، نحن نراك تعبان ومهموم ومتتألم، وفي عندنا وعل انت اديته عهد بالأمان، تعال عشان ناكله ونخلص منه. ده مين اللي صاحب الفكرة دي؟ هذا العقرب السام القاتل. الأسد قال له: يا عقرب، ازاي ادي عهد للأمان لأحد الحيوانات وانقضه؟ قال له: فيها يا ملك الغابة؟ قال له: أنا ملك الغابة يا عقرب، صفاتي غير صفاتكم أيها الأوباش الأنتان الأندال. قال له الثعلب بقى راح نط قال له: طب واللي يخلصك من هذا العهد يا ملك الغابة تعمل له ايه؟ قال له: لو خلصتني من هذا العهد اكل الوعد. الثعلب المكار اخذ العقرب السام والفأر المذعور الجربان وراحوا لمين؟ للوعل.
قالوا له يا وعل انت عايش معانا ليك مدة واصبحت صديق لنا، تعالى علشان ملك الغابة تعبان ومريض وتعالى نزوره. قال لهم ملك الغابة مريض وتعبان؟ لا، وجبت زيارته. وراحوا كلهم شدوا نفسهم بربطة المعلم وراحوا عند الأسد ملك الغابة علشان يزوروه. الأسد مريض ريح الفراش. دخلوا عليهم من الأربعة: الوعل المسكين الغلبان الذي سيغدر به بعد دقائق معدودة، والفأر الجربان، والثعلب الماكر، والعقربة السامة. راحوا له. تقدم العقرب السام قال له يا ملك الغابة أنا مش عارف أعمل لك إيه، أنا شايفك مريض ومهموم وتعبان وأنت ياما أكلتنا من خيرك ومن رخائك، فأنا ما أقدرش أقدم لك أي حاجة يا ملك الغابة إلا نفسي. كلني يا مولاي وأنا لك بالهناء والشفاء. راح نط عليه بسرعة الثعلب المكار وقال له أنت بتهزر، أنت بتستهبل. إزاي ملك الغابة اللي هو بيتربي مع الأسود والنمور والوحوش والفهود ويأكل اللحم طازج وهو حي، ياكلك أنت يا عقرب يا سام يا بذيء؟ كلني أنا يا ملك الغابة وأنا لك بالهناء والشفاء. راح نط عليه الفار المذعور بسرعة قال له يا ثعلب يا مكار، كيف تتجرأ وتقول للأسد ملك الغابة كلني وأنت ثعلب ماكر داهية؟ عايز الأسد. عفوا أعزائي السادة المشاهدين على هذا العطل الغير فني، مساحة كانت المهم الثعلب نط على هذا الفأر وقال له الفأر الجربان، هذا الفأر المذعور نط على الثعلب قال له يا ثعلب يا ماكر، كيف تريد لملك الغابة أن يأكلك وأنت الماكر الداهية؟ أتريد أن يصاب الأسد بداء المكر والدهاء؟ اسكت يا رجل. الوعل فكر وفكر وفكر، قال كلهم طلعوا مبررات لبعض وكلهم قالوا له كلني يا مولاي وأنا لك بالهناء والشفاء. لما أقول له أنا نفس الكلمتين وأكيد حد هيطلع يروح يطلع لي مبرر وأطلع من هذا المطب. قال له يا ملك الغابة أنا وعل أأكل الحشائش والخضروات وأعيش على الغابة الجميلة ولحمي طيب هنيء وجسمي جميل لذيذ وكل ما لي يعني لك يا ملك الغابة، كلني يا ملك الغابة بالهناء والشفاء. راح العقرب السام عليه لعنة الله قال له نعم كله يا مولاي، والفأر نفس الكلام، والثعلب قال له نفس الكلام. راح أسد الغابة قال له ماشي يا وعل تعالى لي. وراح ايه يا اناس؟ اكل الوعل ملك الغابة بعد ان تخلص من الوعد والعهد الذي قطعه على نفسه بان اعطاه عهدا بالامان، وكله بسبب هؤلاء المكارين، ثعلب وفأر وعقرب. قصة انتهت بالسلام والأمان. لكم منا قصص جميلة كتير من قصص الجميل الأخاذة أبو آدم وحور مين؟ أنوس.